بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في فيديو جديد معانا على قناة كينج بيسو. النهاردة في خبر سعيد لكل مستخدمي الموبايل في مصر على كل الشبكات. طيب ايه اللي حصل؟ جهاز تنظيم الاتصالات اطلق الكود ده موحد لكل الشبكات، كود واحد بس اللي هو نجمة 155 شباك. تقدر بالكود ده تلغي اي خدمة ملهاش علاقة بالاتصال او بشبكة الموبايل، زي الخدمات الاخبارية او التعليمية او الخدمات اللي هي عبارة عن اخبار رياضية وخلافه، اللي احنا ساعات بنلاقيها على الموبايل بتاعنا وبتسحب من رصيد من غير، واللي بيكون مجهول بالنسبة لنا احنا اخترناها او دخلت للخط بتاعنا ازاي. واللي حصل ان مركز او جهاز تنظيم الاتصالات جاله شكاوى كتير جدا من عملاء المحمول ان هم اشتركوا في خدمات من غير موافقتهم، وبالتالي هو اطلق الكود دوت علشان يسهل على المستخدمين ان هم يلغوا الاشتراكات اللي هم اشتركوا فيها بدون علمهم. طيب تعالوا نجرب مع بعض كده بشكل عملي. انا هضغط نجمة 155 شباك زي ما انتم شايفين، وبعد ما عملت الكود على شبكة اتصالات جات لي رسالة اللي انتم شايفينها دي: واحد الخدمات التنبيهية، خدمات الدفع، واتصالات سبورت، كل واحد فيهم برقم. انا اخترت رقم 2 وجاري تنفيذ الطلب. دلوقتي انا بعمل ايه؟ دلوقتي انا بلغي اي خدمة انا مشترك فيها من غير ما اعرف. بتجيلي الرسالة اللي انتم شايفينها دي، بكتب مثلا 1 أو 2 أو 3. لو في حاجة موجودة هتتلغى، لو مش موجودة هيقول لي ان انت مش مشترك. مثلا دلوقتي انا عايز الغي اي حاجة تخص الرياضة، فانا هاخد اتصالات سبورتس واضغط ادوس 3 تمام واعمل سند. هيقول لي الغي خدمة الكرة المحلية او الغي الكرة العالمية. هتدوس الرقم اللي انت عايز تلغيه وتدوس 1 أو 2 على حسب الحاجة اللي انت عايز تلغيها او ما تعرفش ان انت اشتركت فيها. وزي ما انتم شايفين انا عمال بجرب ارقام، عمال بيطلع لي في خدمات تمام، وعمال الغي فيها اتصالات نيوز، خدمة اسلامية، مسابقات اتصالات، كل ده هلغي كله، وبعد كده ابقى انا احدد انا محتاج ايه ابقى اشترك فيه لو حبيت. طب تعالوا نجرب نفس الحكاية على خط فودافون كده. نجمة 155 شباك فودافون، بيقول لي عربي ولا انجليزي؟ هقول له 1 عربي يعني. تمام. فودافون طولت شوية، طبعا شبكتها وحشة. طبعا قال لي ايه: ليس لديك خدمات ترفيهية، للتأكد من عدم وجود خدمات اخرى اضغط 1. ضغطت 1، قال لي ان انا ماليش اي خدمات. يبقى فودافون قصرت وانا فعلا مش مشترك معاهم. اتصالات يمكن اللي كان فيها شوية اشتراكات كده، وهوريكم الرسائل اللي جاتني اللي بتأكد الغاء الاشتراك. دي احد الرسائل اللي جاتني اللي بتقول ان هو تم الغاء الاشتراك في خدمات الدفع الترفيهي، ولا انا مش فاهم اصلا ان انا اشتركت فيها ازاي. انا مش واخد بالي بصراحة، الله اعلم بقى كنت بصرف قد ايه عشان في الخدمة دي. تمام. وجالي رسالة برضو على زي ما انتم شايفين على اللي هي الاخبارية ان انا مش مشترك في الخدمة دي، فتمام كده كويس جدا. تمام. اتمنى ان الفيديو ده يكون مفيد لحضراتكم. دلوقتي تقدروا ان انتوا تلغوا اي حاجة انتوا مش عاجباكم او مشتركين فيها او بتسحب من رصيدكم ليكوا ولاصحابكم ولحبايبكم ولقرايبكم من غير اي مشاكل. طبعا كان عشان تلغي حاجة لازم تتصل بخدمة العملاء او ان انت تدور الحاجة دي بتتلغى ازاي وفيلم كبير. دلوقتي في كود واحد نجمة 155 شباك يقدر يلغي لك اي شيء. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، واستنوا معانا فيديوهات تانية كتير على القناة بتاعتنا. لو ما كنتوش اشتركتوا يا ريت تشتركوا عشان تتابعوا معانا كل جديد. كان معاكم محمد سليم، قناة كينج بيسو. شكرا لكم والسلام عليكم.